السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا الاكله الشهيره جدا في دمياط وهي كفته الجمبري. احلى اكله ممكن تعملوها. يلا نسمي الله ونشوف تعمل ازاي. معانا جمبري، ده كيلو جمبري مقشر. معانا بصله وسط مقطعه، بقدونس، ربطه بقدونس تقريبا، رز مطحون حوالي نص مغسول ومتنشف ومطحون حوالي نص كوبايه. معانا بهارات ملح، فلفل، كمون، توم، شطه، معلقه شطه صغيره، توم باودر، وبهارات سمك. هنحط الجمبري في الكبة، هنطحنهم كلهم بقى على بعض، كلهم يتحطوا على بعض في الكبة. نحط الجمبري وعليه البصل وعليه البقدونس، هنفرم. هننزل بعد كده بالبهارات والثوم، نطحنهم مع بعض. وبعد كده ننزل بالرز. الرز ده يا جماعة بنغسله وبننشفه على فوطة حوالي نص ساعة، وبعد كده بنطحنه في الكبة، بيبقى بودر زي ما شايفينه كده. كله يختلط على بعض زي ما انتم شايفين، ونحطه بقى عشان نبدأ مرحلة التصبيع. نجيب شوية زيت عشان ندهن زيت والجمبري ملزقش فيها، ونصبعها بالطريقة شايفينها دي. طبعا الرز حوالي نص كوباية بس اللي محطوط على العجينة. متنقع وتغسل بيكتر شوية، يعني حوالي من 5 ل6 معالق رز مطحونين. اللي يحب يزود عن كده طبعا يزود. بنصبع الجمبري كله بالطريقة شايفينها دي. نسخن بقى الزيت في طاسة، نبدأ ننزل بالجمبري بقى نحمره. زي ما شايفين حضراتكم كده. نقلب الجمبري على الوش التاني بعد ما يحمر او يتحمر كله. جزء منه يتحط في الصلصة وجزء هناكله محمر. نبدأ بقى نتحمر كده زي ما شايفينه. نبدأ بقى مرحلة الصلصة. الصلصة بهاراتها معانا ملح وفلفل، كمون، توم، معلقة بهارات سمك، ومعلقة شطة صغيرة. هنسخن طبعا معلقتين زيت في حلة، بننزل عليها بالثوم أول، بنقلبه كده لغاية الثوم ما تصفر شوية، بننزل عليها بالصلصة. طماطم معصورة بتكون تقيلة شوية. بننزل بقى البهارات كلها عليها، الملح والفلفل والكمون. كمون أساسي طبعا في الصلصة، ومعلقة شطة صغيرة. بس مجرد بقى ما تغلي وتتسبك ننزل عليها بالجمبري، يغلي معاها 10 دقايق مش أكتر عشان ما يتهرش معاها. بس ونغرفه على طول إن شاء الله ويعجبكم بإذن الله. أجربوها إن شاء الله وتعجبكم وتقولنا رأيكم في التعليقات. ده جمبري محمر في الآخر، والجمبري طبعا اللي بالصلصة. يا رب تجربوها وتعجبكم، وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة.